ورتل القرآن ترتيلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم اجعلنا من الذين هدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى الصراط الحميد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. عسى أن يهديني ربي رشدا، على الله توكلنا. ربنا آتنا الحكمة وفصل الخطاب. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. نستكمل ما ابتدأناه من كلام الإمام الآجري رحمه الله في كتابه أخلاق حملة القرآن. قال الإمام الآجري رحمه الله: ومن صفات حامل القرآن أنه يتبع واجبات القرآن والسنة، فهو يأكل الطعام بعلم ويشرب بعلم ويلبس بعلم وينام بعلم ويجامع أهله بعلم ويصحب الإخوان بعلم، أي إخوانه من المسلمين، ويزورهم بعلم ويستأذن عليهم بعلم ويجاور جاره بعلم. وسنشرح في هذه الدقائق المعدودة مفردات كلام الإمام الآجري رحمه الله عز وجل. وقبل ذلك، من يقرأ القرآن أو يحمله لا يسعه ولا تطيب له الدنيا إلا باتباع أوامر الكتاب والسنة، كيف لا وهو يترنم آناء الليل وأطراف النهار قوله سبحانه وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قال الإمام الآجري: قال: يأكل بعلم ويشرب بعلم. كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في المأكل والمشرب كان لا يرد موجودا ولا يطلب مفقودا، فما قرب إليه شيء من الطيبات إلا أكله، إلا أن تعافه نفسه. وما كان صلى الله عليه وسلم يعيب طعاما قط، إن اشتهاه أكله وإلا تركه. وكان معظم مطعمه صلى الله عليه وسلم يوضع على السفرة، وسفرته كانت على الأرض صلى الله عليه وسلم. وكان يأكل بأصابعه الثلاث، فإذا فرغ من أكله لعقها صلى الله عليه وسلم. وكان يحب أكل الحلوى وكان يأكل اللحم، وإن لم يجد صلى الله عليه وسلم ما يأكله إلا الخبز والزيت أو الخل أكله صلى الله عليه وسلم، وإلا بات طاويا يطويه الجوع ويعصره. وكان يربط صلى الله عليه وسلم من أثر الجوع على بطنه حجرا أو حجرين، وكان صوته يتغير من شدة جوعه صلى الله عليه وسلم. وكان لا يوقد في بيته ولا بيوت نسائه رضوان الله عليهن طعام بالهلال والهلالين، كما قالت أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها: كان لا يوقد في بيتنا وفي بيوت أمهات المؤمنين الطعام بالهلال والهلالين والثلاثة أهلة. كذلك كان صلى الله عليه وسلم يشرب قاعدا، ونهى صلى الله عليه وسلم الشرب قائما. وكان صلى الله عليه وسلم يذكر الله في شربه فيقول بسم الله، وإذا نسي كما قال صلى الله عليه وسلم أن يقول الإنسان إذا نسي أن يقول بسم الله في أوله وآخره. وإذا انتهى من مأكله ومشربه قال صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي
أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن التنفس في الإناء، ينهى الإنسان أن يتنفس داخل الإناء. وكان صلى الله عليه وسلم يشرب بيمينه وقلما يشرب واقفا، يأكل بعلم ويشرب بعلم، ينظر إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم في المأكل والمشرب. ويلبس، وقوله قول الإمام الآجري ويلبس بعلم، هدي النبي صلى الله عليه وسلم في اللباس يلبس ما يستر من اللباس الذي كان معروفا في قومه، ولا يشذ في ملبسه صلى الله عليه وسلم عن قومه، فلا يرد موجودا ولا يتكلف مفقودا ولا يتميز بلبسة عن لبسة ولا يقتصر على لبسة واحدة. فصلى الله عليه وسلم كان يلبس لكل موسم لباسا ولباسين صلى الله عليه وسلم. كان يلبس من كل أنواع الأقمشة إلا الحرير، فقد نهانا صلى الله عليه وسلم عن لبسه. وكان يلبس من الثياب ما كان ساترا جميلا منه. هذا ما كان هديه صلى الله عليه وسلم في لبسه. وقوله قول الإمام الآجري وينام بعلم، وينام بعلم، هدي النبي صلى الله عليه وسلم في المنام في النوم أمر عجيب. هديه صلى الله عليه وسلم كان ينام على الفراش تارة، وعلى الحصير تارة، وعلى النطع تارة، وعلى الأرض تارة، وتارة على كساء أسود. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتغطى باللحاف صلى الله عليه وسلم. وكان إذا أوى إلى فراشه صلى الله عليه وسلم يقول اللهم باسمك اللهم أموت وأحيا. وكان صلى الله عليه وسلم يجمع كفيه ثم ينفث فيهما ويقرأ قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس ثلاثا، ثم ينفث فيهما، ثم يمسح صلى الله عليه وسلم جسده الشريف وما أقبل من جسده. يفعل ذلك ثلاثا كل ليلة إذا أراد أن ينام. وكان صلى الله عليه وسلم ينام على شقه الأيمن، ينام على شقه الأيمن، ويضع يده تحت خده الأيمن ويقول اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك. وكان صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه، أي إذا ذهب إلى فراشه، يقول الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. وكان صلى الله عليه وسلم يقول اللهم رب الناس، اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل ذي شر، أنت آخذ بناصيته، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين وأغننا من الفقر. رواه مسلم. وكان صلى الله عليه وسلم إذا انتبه من نومه، أي إذا استيقظ، قال صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. رواه البخاري. ثم كان يتسوك صلى الله عليه وسلم بالسواك، وربما قرأ العشر الآيات من أواخر سورة آل عمران ومطلعها قوله سبحانه وتعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. وكان نبينا صلى الله عليه وسلم ينام في أول الليل ويستيقظ آخره، وربما سهر في أول الليل لمصالح المسلمين.
وكان صلى الله عليه وسلم تنام عينه ولا ينام قلبه، وكان إذا نام لم يوقظوه حتى يكون هو الذي يستيقظ. وقول هذا ما كان في هديه صلى الله عليه وسلم في نومه صلى الله عليه وسلم. وقول الإمام الآجري رحمه الله: ويصحب الإخوان بعلم، أي إخوانه من المسلمين، ويصحب الإخوان بالعلم ويزورهم بعلم ويستأذن عليهم بعلم ويجاور جاره بعلم. قوله يصحب إخوانه بعلم ذاك دليل على آداب الصحبة، وأدب الصحبة كما علمنا صلى الله عليه وسلم والدين الحنيف لا تعد ولا تحصى، ولعلنا نذكر منها. أولا من أدب الصحبة حسن الخلق، قال نبينا صلى الله عليه وسلم: وخالق الناس بخلق حسن. كذلك من أدب الصحبة الإغضاء عن العثرات، الإغضاء عن العثرات أي غض البصر عن العثرات والتسامح والتنازل عن الهفوات. قال الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: فاصفح الصفح الجميل، فاصفح الصفح الجميل. والصفح الجميل هو الذي ليس فيه تقريع ولا تأنيب، ولكنها معاتبة رفيقة رقيقة. وكذلك من أدب الصحبة ستر عيب أخوانك من المسلمين. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. كذلك من أدب الصحبة أن يعاشر ويصاحب من يثق في دينه وأمانته. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: لا يأكل طعامك إلا تقي، ولا يدخل بيتك إلا مؤمن، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. كذلك من أدب الصحبة ألا يحسد إخوانه، والحسد هو تمني زوال نعمة الغير، تمني زوال نعمة الغير. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. كذلك من أدب الصحبة الحياء، ملازمة الحياء مع بعضنا البعض. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: الحياء من الإيمان. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم: الحياء كله خير لا يأتي إلا بخير. كذلك من أدب الصحبة سلامة الصدر، أي الإنسان لا يحمل في قلبه على إخوانه غلا أو حقدا. كذلك من أدب الصحبة ترك ما يؤذي إخوانه. قال الله عز وجل: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. وقال الله سبحانه وتعالى: وقولوا للناس حسنا. ومن أوجب الناس إخوانك المسلمين أن يتعطر فمك بالكلام الحسن معهم. وكذلك من أدب الصحبة أن تحب لأخيك ما تحبه لنفسك. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه. كذلك من أدب الصحبة حسن الظن، وأن تحمل كلام أخيك على أحسن الوجوه والمحامل. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، إلى أن قال: ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا ولا تجسسوا إن بعض الظن إثم، أن الإنسان لا يظن في أخيه إلا خيرا. كذلك من أدب الصحبة حفظ أسرار إخوانك. كذلك المنزلة ما قبل الأخيرة، وهي الإيثار، أن تؤثر لأخيك على نفسك، أن تقدم لأخيك على نفسك. قال الله عز وجل في وصف الأنصار رضوان الله عليهم أجمعين، قال: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة
ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وأخيرا أدب من آداب الصحبة: لا تغضب، لا تغضب. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: أتاه رجل فقال: يا رسول الله أوصني. قال: لا تغضب. قال: أوصني. قال: لا تغضب. قال: أوصني. قال: لا تغضب. فرددها مرارا وهو يقول: لا تغضب، صلى الله عليه وسلم. قال: ويزاورهم بعلم. قول الإمام الآجري: ويزاورهم ويزور إخوانه بعلم. آداب الزيارة كما ذكرها الشارع والدين الحنيف منها عدم الإكثار من الزيارة، عدم الإكثار من الزيارة. كذلك من أدب الزيارة الابتعاد عن أوقات النهي في الزيارة، وهي التي ذكرها الله ربنا سبحانه وتعالى في سورة النور: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء 3 عورات لكم. كذلك من أدب الزيارة أن يغض بصره عن المحارم، أن يغض بصره عن محارم أهل البيت الذي يزوره، فلا يتلفت يمنة وشمالا ويلتفت كثيرا، ولعل التفاتة رأى ما حرمه الله سبحانه وتعالى عليه. كذلك ألا يرفع صوته إذا إنسان زار بيت أناس، بيت إخوانه، ألا يرفع صوته سواء بالحديث أو بالضحك. كذلك أن يخفف مدة الزيارة، كذلك من آداب الزيارة ألا ينصرف حتى يستأذن أهل البيت. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: إذا زار أحدكم أخاه فجلس عنده فلا يقومن حتى يستأذنه. كذلك من أدب الزيارة نختم بها وهي شكر أهل البيت. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. قال الإمام الآجري: ويستأذن عليهم بعلم. أدب الاستئذان كما ذكر الشارع الحنيف والدين الحنيف أن يستأذن 3، وهو هديه صلى الله عليه وسلم: فإن أذن لك وإلا رجعت. ورد في الحديث: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم 3، وإذا تكلم بكلمة أعادها 3. كذلك من أدب الاستئذان: إذا لم يؤذن لك فارجع. قال سبحانه وتعالى: وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا، وإذا قيل لهم ارجعوا فارجعوا. كذلك عدم متابعة الاستئذان ورفع الصوت أو الإلحاح في الاستئذان، كقول أحدهم: أأدخل، ممكن أتفضل، يستأذن لح. الشريعة والدين الحنيف سمح لك ب3، فإن قبل لك دخلت، وإن لم يرد لك فارجع، ذلك أزكى لك. كذلك تقديم السلام على الاستئذان. إذا أردت أن تستأذن أن تبدأ بالسلام: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ممكن أدخل، ممكن أفعل الأمر الفلاني، ممكن أعرف باسمي، ممكن أقول كذا. تبدأ بالسلام. كذلك من أدب الاستئذان اختيار الأوقات المناسبة. كذلك من أدب الاستئذان أن يقف بجانب الباب، ولا يكون أمام البيت وأمام الباب حتى لا يرى من محارم أهل البيت. كذلك أن يخبر باسمه حتى يعرف. إذا ضربت الباب أو ضربت الجرس، فإذا قيل لك من بالباب، الدين الحنيف يدلنا أن تقول باسمك: فلان ابن فلان، ولا تقول أنا. من أنا؟ عرف باسمك. بارك الله فيك. كذلك من أدب الاستئذان ألا يكون الاستئذان مزعجا، بمعنى ألا تكثر الطرق أو الجرس أو ترفع صوتك، يعني
يكون على أهل البيت من الإزعاج ما يتمنون أن تنصرف ولا يردون لك. كذلك قول الإمام الآجري رحمه الله: أدب أن يجاور جاره بعلم. تعلمون منزلة الجار في الإسلام، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. مما ذكره العلماء في حقوق الجار أن تقدم له يد العون والمساعدة، وأن تقرضه، وأن إذا مرض أن تعوده، إذا مرض أن تزوره، وأن إذا مات أحدهم أن تعزيه، وأن إذا أصابته مصيبة أن تقف معه وأن تتبع جنازته، وأن لا تستطيل عليه بالبنيان لكي لا تحجب عنه الريح إلا بإذنه، وإيصال كل خير إليه بأفضل طريقة، وأن تكف الضرر عنه وألا تغتابه في غيبته، وأن تبدأه بالسلام وتظهر له البشرة والسرور. كذلك حفظ دار الجار في غيبته خاصة في سفره، حفظ دار الجار في غيبته وخاصة في سفره. كذلك غض البصر عن محارم ونساء الجار. كذلك من أدب الجوار احتمال الأذى من الجار. قد يكون الجار مؤذيا، لكن تحتسب عند الله عز وجل بأن تحتمل أذاه لأنه جارك. كذلك عدم إزعاج الجار بالأصوات العالية، الأصوات العالية. انتهى كلامه رحمه الله عز وجل. قال: كذلك من أخلاق حملة القرآن ويلزم نفسه ببر والديه، فيخفض لهما جناحه ويخفض لصوتهما صوته، ويبذل لهما ماله، وينظر إليهما بعين الوقار والرحمة، يدعو لهم بالبقاء ويشكر لهما عند الكبر، لا يضجر بهما ولا يحقرهما. إن استعانا به على طاعة أعانهما، وإن استعانا به على معصية لم يعنهما، ورفق بهما في معصيته إياهما. يحسن الأدب ليرجع عن قبيح ما أراد مما لا يحسن بهما فعله. اللهم احفظ علينا والدينا واغفر لمن مات منهم. فاصل ثم نواصل. ورتل القرآن ترتيلا. بمناسبة قرب شهر رمضان المبارك، تعلن شبكة سلام الإعلامية عن إتاحة الفرصة للإعلان من خلال منصاتها للمؤسسات والمنظمات الخيرية خلال شهر رمضان المبارك مجانا، وتخفيض 50% للشركات الاستثمارية التجارية. بادر بالحجز الآن. ورتل القرآن ترتيلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نذكر أعزائي المشاهدين بقول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ومن ذلك نستقبل ونسعد باستقبال تلاواتكم على الأرقام التي تظهر تباعا على الشاشة طيلة مدة البرنامج. اليوم سنختم آخر حكم من أحكام النون الساكنة والتنوين، وهو حكم الإقلاب. الإقلاب لغة هو تحويل الشيء عن وجهه، واصطلاحا جعل حرف مكان حرف آخر، أي تحويل كل من النون الساكنة والتنوين إلى ميما مخفاة إذا جاء حرف الباء بعد كل منهما مع الغنة بمقدار حركتين، مثل قوله سبحانه وتعالى: أنبئهم ومن بعدهم وسميع بصير وأنبورك. هذه ولعلنا هذه بعض الأمثلة، ونذكر لكم بعض الأمثلة على حكم الإقلاب في جزء عامة. قوله سبحانه وتعالى: كلا لينبذن في الحطمة. قوله سبحانه وتعالى: لا
نون ساكنة أتى بعدها حرف الباء، حرف الباء والباء من حروف الإقلاب. حروف الإقلاب هو حرف واحد وهو حرف الباء، حرف الباء. وقوله سبحانه وتعالى إلا من بعد نون ساكنة أتى بعدها حرف الباء والباء من حرف إقلاب، فتقرأ من بعد. وقوله سبحانه وتعالى لنسفعا بالناصية، نون ساكنة أتى بعدها حرف الباء والباء من حروف الإقلاب. وقوله سبحانه وتعالى وأما من بخله، نون ساكنة أتى بعدها حرف الباء والباء من حروف الإقلاب. وقوله سبحانه وتعالى إذ انبعث أشقاها، نون ساكنة أتى بعدها حرف الباء والباء من حروف الإقلاب. وقوله سبحانه وتعالى بذنبهم فسواها، نون ساكنة أتى بعدها حرف الباء والباء حرف إقلاب. وقوله سبحانه وتعالى من بين الصلب والترائب، من بين، نون ساكنة أتى بعدها حرف الباء والباء من حروف والباء حرف إقلاب. وقوله سبحانه وتعالى بأي ذنب قتلت، نون ساكنة أتى بعدها حرف الباء والباء حرف إقلاب. وقوله سبحانه وتعالى كرام بررة، ميم تنوين أتى بعده حرف الباء والباء من حروف الإقلاب. وقوله سبحانه وتعالى فأنبتنا، نون ساكن أتى بعدها حرف الباء والباء حرف إقلاب. وقوله سبحانه وتعالى آخرا حل بهذا البلد، تنوين أتى بعده حرف الباء والباء حرف إقلاب. ونشرع الآن بإذنه سبحانه وتعالى في قراءة سورة الأعلى على بركة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى، الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى، فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، إنه يعلم الجهر وما يخفى. إلا ما شاء الله، إنه يعلم الجهر وما يخفى. ونيسرك لليسرى، فذكر إن نفعت الذكرى، سيذكر من يخشى، ويتجنبها الأشقى، الذي يصلى النار الكبرى،
الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صحف إبراهيم وموسى. ولنشرع في سورة الغاشية. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية لسعيها راضية في جنة عالية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت
وإلى السماء كيف رفعت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم ثم إن علينا حسابهم. وننتقل إلى آخر سورة في هذه الحلقة وهي سورة الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر والفجر وليال عشر وليال عشر والشفع والوتر والشفع والوتر والليل إذا يسر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه
فيقول ربي أكرمن فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي فادخلي في عبادي وادخلي جنتي وادخلي جنتي. ونستعرض بإذنه سبحانه وتعالى في نهاية هذه الحلقة المباركة مشاركة أحد المشاركين الأخ ريان
ونسمع أعوذ بالله تلاوته. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا. ما شاء الله ما شاء الله، بارك الله فيك يا ريان، وجعلك الله من حافظة القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. قراءة جميلة، ولنا فيها بعض الملاحظات. الملاحظة الأولى: يحسن أن نقرأ كتاب الله عز وجل مرتلا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: زينوا القرآن بأصواتكم. نقرأه مرتلا وليس أن نقرأه كقراءة أي نص. وتلاوتنا وترتيلنا لكلام الله عز وجل هو عبادة يأجرنا الله عز وجل فيها. الملاحظات التجويدية: قراءته خالية من بعض أحكام التجويد، مثل النون الساكنة ومثل الميم المشددة والنون المشددة. قرأ عما يتساءلون. الميم قلنا ميم مشددة بمقدار حركتين، عما. وقال عن النبأ العظيم، لا، بمقدار حركتين. وقرأ ثم كلا، لا نقرأ ثم كلا سيعلمون، ثم كلا، ميم مشددة بمقدار حركتين. وقوله سبحانه وتعالى قرأ: وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا النهار، نون مشددة بمقدار حركتين، ولا نقرأها وجعلنا النهار كأنها يعني بحركة أو حركة سريعة. وجعلنا النهار معاشا وبنينا، لا، وجعلنا النهار معاشا وجعلنا النهار هكذا. وقوله سبحانه وتعالى: فوقكم سبعا شدادا. هنا قلنا نحن سبعا شدادا، تنوين أتى بعد حرف الشين، والشين من حروف الإخفاء، نقولها سبعا شدادا، ولا نقولها سبعا شدادا كأنها إظهار، لا، سبعا شدادا. وقرأ هو: وجعلنا سراجا وهاجا، كأنها إظهار، وهي نون ساكنة أتى بعد حرف الواو، والواو من حروف الإدغام بغنة، ونقرأها بمقدار حركتين: وجعلنا سراجا وهاجا. وقرأ هو: وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا. وأنزلنا، قوله سبحانه وتعالى: وأنزلنا، نون ساكنة أتى بعد حرف الزاء، والزاء من حروف الإخفاء. وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، تنوين أتى بعد حرف الثاء، والثاء من حروف الإخفاء، ونقولها ماء ثجاجا، تنوين أتى بعد حرف الثاء. وقوله سبحانه وتعالى الذي قرأها: لنخرج به حبا ونباتا، هو أظهرها، والصحيح هي حبا ونباتا، هي إدغام بغنة، لأنه تنوين أتى بعد حرف الواو، والواو من حروف الإدغام بغنة، يغن بمقدار حركتين كما أخذنا في الحلقات السابقة. حبا ونباتا. وقرأ وجنات ألفافا، النون في جنات نون مشددة مقدارها حركتين، ونقرأها وجنات ألفافا، تنوين بعده همزة، والهمزة من حروف الإظهار، نظهرها كما هي، جنات ألفافا. نهيب كذلك. جعلنا الله إياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. كما نعيد ونكرر أننا نستقبل تلاواتكم ونحتسب الأجر، ونتذكر قوله سبحانه، قول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم، يعني أفضلكم، من تعلم القرآن وعلمه. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. إلى حلقة قادمة بإذنه سبحانه وتعالى، أترككم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورتل القرآن ترتيلا.